يا ترى إيه هو السر اللي الأغنياء بيعلموه لأولادهم عن الفلوس والطبقة المتوسطة والفقيرة مش بيعلموه؟ النهاردة هنفك مع بعض شفرة الأسرار دي من واحد من أهم الكتب في المجال ده، وهو كتاب الأب الغني والأب الفقير لروبرت كيوساكي، الكتاب اللي غير مفاهيم الثروة عند ملايين الناس حول العالم. الجملة دي هي تقريبا خلاصة الكتاب كله. الفقراء والطبقة المتوسطة بيشتغلوا عشان الفلوس، إنما الأغنياء بيخلوا الفلوس هي اللي تشتغل عشانهم. طب إزاي ده بيحصل؟ ده اللي هنفهمه سوا، لأن المبدأ ده هو اللي كيوساكي بنى عليه كل أفكاره. طيب القصة كلها بتبدأ منين؟ بتبدأ من طفولة الكاتب نفسه روبرت كيوساكي. الراجل ده كان عنده مش أب واحد، لأ، اتنين. أبوه البيولوجي اللي بيسميه الأب الفقير، وصديق والده اللي بيسميه الأب الغني، وكل واحد فيهم كان عنده فلسفة مالية مختلفة تماماً عن التاني. بصوا بقى على الاختلاف الجذري ده في التفكير. الأب الفقير رغم إنه كان متعلم تعليم عالي جدا، كان دايما بيقول إن حب الفلوس هو أصل كل الشرور. أما الأب الغني اللي تعليمه كان بسيط، فوجهة نظره كانت العكس تماما. لا، نقص الفلوس هو أصل كل الشرور. يعني تناقض مش طبيعي في أساس الفكرة نفسها. وطبعا العقلية المختلفة دي طلعت نصايح مختلفة خالص عن الشغل والثروة. الأب الفقير كان بيقوله ذاكر كويس عشان تلاقي شركة محترمة تشتغل فيها، لكن الأب الغني نصيحته كانت ذاكر كويس عشان تلاقي شركة محترمة تشتريها. شايفين الفرق؟ كلمة واحدة غيرت المعنى كله. الفكرة مش في الشغل، الفكرة في مين صاحب الشغل. الأب الغني كان دايما بيركز إن الثروة دي طريقة تفكير mindset، وكان عنده مقولة قوية قوي بتلخص الموضوع: في فرق كبير بين إن الواحد يكون فقير وبين إنه يكون مفلس. الإفلاس ده حالة مؤقتة، ممكن فلوسك تخلص الشهر ده، لكن الفقر ده حالة ذهنية ممكن تستمر للأبد، كأن الفقر قرار بالاستسلام. طيب جميل. العقلية التقليدية بتاعت الشغل عشان المرتب دي بتودينا على فين؟ بتدخلنا في فخ سماه الكاتب سباق الفئران، ودي عبارة عن دوامة معظم الناس للأسف بتقضي عمر كله بتجري جواها ومش عارفة تطلع. إيه هو سباق الفئران ده بالظبط؟ ببساطة هو روتين بتاع نصحى من النوم، نروح الشغل، نقبض المرتب، ندفع الفواتير، ونعيد. حياتنا كلها بتتحول لدايرة مقفولة بيتحكم فيها شعورين اتنين بس: الخوف والجشع. الدايرة دي بتشتغل إزاي؟ خلونا نمشي معاها خطوة خطوة. أولاً، الخوف من إننا ما نعرفش ندفع الفواتير بيخلينا نشتغل أكتر وأكتر. بعدين المرتب بينزل، وهنا بيجي دور الشعور التاني، الرغبة أو الجشع. فجأة بنلاقي نفسنا بنصرف على حاجات يمكن مش محتاجينها قوي. طب إيه اللي بيحصل؟ المصاريف بتزيد والديون ممكن تزيد، والنتيجة بنلف ونرجع لنفس النقطة، خايفين من الفواتير تاني ومحتاجين نشتغل أكتر، وهكذا دايرة مبتنتهيش. وهنا بقى بنوصل لأهم قاعدة في الكتاب كله، الحتة اللي فعلا بتغير طريقة التفكير وممكن نقول عليها حجر الأساس لأي ثقافة مالية سليمة. القاعدة رقم واحد بتقول لازم نفرق بين حاجتين: الأصل والالتزام. والهدف إننا نشتري أصول، بس كده. الموضوع يبان بسيط، لكن لو استوعبناه صح كل حاجة هتتغير. طيب إيه هو الأصل؟ تعريف الأب الغني كان بسيط ومباشر جدا. الأصل هو أي حاجة بتدخل فلوس في جيبك. بكل بساطة القصة كلها في اتجاه حركة الفلوس. يعني الأصول دي كأنها حاجات بتشتغل عشان تجيب فلوس. زي إيه مثلا؟ عقار بنأجره ويجيب إيجار كل شهر، أسهم في شركة بتدينا أرباح، أو حتى حقوق ملكية فكرية لكتاب أو أغنية. كل دي حاجات بتولد دخل وبتخلي فيه فلوس بتدخل الجيب بشكل مستمر. أما بقى الالتزام فهو العكس تماماً. التعريف بتاعه بنفس البساطة: أي حاجة بتطلع فلوس من جيبك. مرة تانية، الفيصل هو اتجاه حركة الفلوس. الالتزامات هي اللي بتسحب مننا الفلوس. زي إيه؟ قسط العربية، قسط قرض البيت، ديون كروت الائتمان. كل دي مصاريف شهرية ثابتة بتخلي الفلوس تطلع من الجيب مش تدخله. طيب، حلو قوي. تعالوا نطبق القاعدة دي على أكبر استثمار وأكتر حاجة الناس بتعتبرها أمان في حياتها: البيت. السؤال هنا: هل البيت اللي بنسكن فيه ده أصل ولا التزام؟ وهنا بتيجي الصدمة الكبيرة. الأب الغني كان بيقول جملة عكس كل اللي تربينا عليه. كان بيقول بيتي ده التزام، ولو بيتك هو أكبر استثمار في حياتك يبقى أنت في مشكلة كبيرة. طبعا دي فكرة صدمة وبتهدم مفهوم أساسي عند أغلبنا. طب ليه البيت التزام؟ لو رجعنا للتعريف البسيط بتاعنا، هنلاقي إن البيت اللي ساكنين فيه مش بيدخل فلوس في جيوبنا، بالعكس ده بيطلع فلوس كل شهر: قسط بنك، ضرايب، تأمين، صيانة، فواتير. كل دي فلوس بتخرج من الجيب، يبقى حسب التعريف هو التزام.
ودلوقتي نيجي للنقطة العملية الأخيرة اللي بتنقلنا من مجرد إننا بنقبض مرتب لمرحلة بناء الثروة الحقيقية، وهي فكرة اهتم بشغلك الخاص. في قصة مشهورة قوي عن مؤسس ماكدونالدز راي كروك. مرة كان بيسأل مجموعة من الطلبة: تفتكروا البيزنس بتاعي إيه؟ طبعا كلهم قالوا الهامبرجر. ضحك وقال لهم: لأ، أنا مش في بيزنس الهامبرجر، أنا البيزنس بتاعي هو العقارات. إيه معنى الكلام ده؟ إيه معنى إن في فرق بين مهنتك والبزنس بتاعك؟ مهنتك يعني وظيفتك، دي اللي بتدفع الفواتير، لكن البزنس بتاعك الحقيقي هو اللي بيخليك غني، والبزنس ده هو ببساطة عمود الأصول بتاعك. طب نعمل إيه يعني؟ هل نسيب شغلنا؟ لأ خالص، الفكرة أبسط من كده. خليك في وظيفتك عادي، لكن أي فلوس زيادة بدل ما تشتري بيها التزامات اشتري بيها أصول حقيقية. ابني عمود الأصول ده واحدة واحدة. ولازم نفتكر دايماً الأغنياء كل تركيزهم على عمود الأصول بتاعهم، أما باقي الناس فكل تركيزهم على المرتب. وفي الآخر القصة كلها بتتلخص في سؤال واحد مهم جدا: كل واحد فينا عنده مهنة أو وظيفة، بس يا ترى إيه هو البزنس الخاص بيه؟ السؤال ده لوحده كفيل يخلينا نعيد التفكير في كل قراراتنا المالية.